بسم الله بديت وعلى النبي صليت عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم يا الغاليات، مرحبا بكم ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وعلى خير. نكملوا مع الوصفات الرمضانيه. اليوم خيرت لكم هاد الوصفه، هاد لاكيش بشكل عائلي، ولا هاد لا تورت اللي تجيب واحد لاباط فريمون مبسه وتجي بنينه وبواحد لا فارس ما نحكي لكمش مفرمجه. فريمون لازم يعني تجربوها باش تعرفوا بنتها. اول حاجه انتم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، تخلوا لي تعليق مشجع باش نزيد نحط لكم الوصفات وتشجعوني في كل المواقع، انستغرام، تيك توك، فيسبوك، يعني وين ما تروحوا تلقوا اختكم فاطمه زهره الجزائريه. ديروا لها هذاك الجيم، اي وصفه راكم طالبينها مني نحطها لكم. نديروا جام لا فيديو كتشجيع منكم ونروحوا نخدموا الوصفه مع بعضنا. اول حاجه هنا شوف نجيب 250 غرام تاع الفارينه. هاد لاباط يعني غادي تدي لي هاد المول يدي لي 250 غرام تاع الفارينه. شوفوا هاد لاستيس كي يكون عندكم الغربال صغير يعني ما يكونش كبير بزاف، ديروا كيما هكا، يعني تحطوا هذاك الاناء تاع الفارينه ولا كاس ولا، وتبدو تخدموا فاسيلمو، يعني تغربل لكم بلا ما تبقوا تهزوا فيها كيما هكا. المهم نغربل الفارينه تاعي، لازم تتغربل باش تتهوى لي وتجيني لاباط خفيفه. ندير لها هنايا ربع مغرف صغيره تاع الملح، ونزيد لها يعني نعطرها. درت لها هنا مغرف صغيره تاع توم بودره، تقدروا تزيدوا اي حاجه. درت 125 تاع مارغرين ديما، يعني تجي بنينه هكا في الوصفات، سواء الوصفات المالحه ولا الحلوه ولا حتى للطلي ما شاء الله. ونخدم هاد لاباط تاعي نبسسها، لازم تتبسس مليح. غادي نعطيكم واحد لاسيس باش تبسوها كيفاش. ديروها في الاشوار، يعني تحطوها في الاشوار ولا في الروبو وتبدو تخدموا، يعني تتبسس لكم كامل، يعني داك الحبيبات تاع الفارينه يتلبسوا بلا مارغرين وتجيكم بنينه وتجي شابه. انا هنا برك راني نوري لكم بديه، دوك نعاود نروح نحطها في الروبو، نخليها دور يعني دوره برك مامبا، يعني واحد الثواني، ونصيبها تبست لي وتشوفوها معايا. يعني كامل هذيك الفارينه تاعي تتبسس وتجي شابه، يعني كامل تولي بقوام واحد. شوفوا هذا هو القوام بعد ما فوتها في الاشوار. دروك غادي نجي نلمها بحبه تاع البيض. كي تكون الحبه تاع البيض كبيره هي وحدها كافيه باش تلم لكم هاد لاباط، ولكن دي فوا تكون الحبه تاع البيض صغيره، زيدوا معها 2 مغارف ولا 3 تاع الماء حتى تحصلوا على بات تكون يعني متماسكه، ما تكونش طريه، يعني ما تكونش خفيفه بزاف وما تكونش قاصحه حتى ما تقدروش تحلوها ولا تلموها. غادي نزيد هنايا 2 مغارف تاع الماء. وتاني دي فوا الفرينه تكون تشرب لكم، يعني نتوما شوفوا تقدروا تلموها بالماء ولا بالحليب كما تحبوا. بعد ما لميت العجينه تاعي خلوها هكا متماسكه، دروك غادي نغطيها فيلم اليمونتير، لازم يعني وضروري ما تدلكوهاش، غير هكا تلموها بيديكم. غطيها فيلم اليمونتير ولا كيس بلاستيكي ونخليها تريح مده 10 دقائق. كي تخلوها تريح هي تزيد تطرى وتساعدكم في الخدمه. نغطيها مليح باش ما يدخلهاش الهواء ودير لي هذيك القشره وتيبس لي، ومن بعد نروحوا نكملوا بقيه المراحل. بالنسبه لافارس اللي غادي نديروها فريمون تجي بنينه بزاف، يعني واحد لافارس اللي تجي شابه وتقدروا نتوما تغيروا فيها كيما تحبوا. عندي هنا نص صدر تاع الدجاج قطعته مكعبات صغار، عندي حبه تاع البصله قطعتها كذلك ما تقاشوهاش من الافضل. عندي هنا مغرف تاع مارغرين ديما، وعندي شويه تاع الفلفله، انا استعملت فلفله الحمراء، نتوما تقدروا تستعملوا الحمراء ولا الخضراء ولا تزيدوا اي خضره، تقدروا ترابوا شويه تاع الزروديه معاها، يعني كيما حبيتوا تزيدوا. درت شويه تاع الملح ودرت توابل الشاورما، وغادي نزيد توابل الفرماج، هادو هما يعني ما نكترش بزاف. هنا تقدروا تزيدوا شويه تاع سكنجبير، شويه تاع فلفل اسود كيما حبيتوا، ولكن توابل الشاورما فيهم كلش. نخليهم يتقلوا على نار تكون قاويه حتى ينشف لي هذاك يعني الدجاج تاعي باش ما يجيش عاصي ويجي طري. دروك نحل لابا تاعي اللي كانت ريحت مده 10 دقائق، ندير شويه تاع الفارينه، من الافضل تحلوها فوق كيس بلاستيكي ولا يعني بابي كويسون ولا هذا السيليكون يساعدكم بزاف باش تقدروا ترفدوها وتعاودوا يعني تدوروها في الجهه الاخرى. ومن بعد كينا نبدا نحل. لازم السمك ما تكونش خشينه بزاف، يعني تكون واحد 2 حتى 3 ملم، وتحلوها بشكل مستوي، يعني ما تكونش جهه طالعه على جهه. شوفوا معايا حليتها هكا. تقدروا ما ديروهاش في هذا يعني المول الكبير، ديروها في لي فو هذوك الصغار تاع الميني كيش، تاني يجوكم ما شاء الله تجيكم واحد 16 حبه هكا صغار. وهاد الكميه غادي دير لي انا المول تاعي كبير، شوفوا يعني غادي دير لي كونتيتي كبيره. نقلبها ونبدا نسقم فيها، وميم طور راني ندخل هكا في الجوانب باش تجي كامل كيف كيف، غير بشويه هكا نبدا ندور ونضغط مليح حتى نخدم لها كامل الجوانب تاعها. ابخي هنا نبدا نضغط هكا بيديا على المول باش يتقطع الزائد. وكي تكون بلاصه ناقصها العجين نقطع هذوك لو شيت ونحطهم باش تتلم لي يعني العجينه وتولي مليحه، ما كاش مشكل كامل باسكو غادي طيب. هنا برك حاولوا ما ديروهاش خشينه بزاف، ديروها يعني تكون قلت لكم 2 حتى 3 ملم، ما تكتروش بزاف. ومن بعد كينا نضغط مليح ونحاول يعني نضغط في القاعده باش العجينه تبقى محافظه على هذاك الشكل تاع يعني تاع الكيش، تكون يعني شاده روحها في القاعده.
نسقم كامل الجوانب، ومن بعد كينا نتقبها بالفرشيطه وندخلها للمجمد، نخليها مده 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، قد ما خليتوها قد ما تساعدكم كي طيب ما تهبط لكمش. انا غادي نثقبها، غادي ندخلها يعني ما با واحد الخمس دقائق في المجمد تحكم روحها، في المجمد عفوا تحكم روحها، وندخلها طيب. بالنسبه لاباغي تاع لي كيش اللي غادي نديرها، درت هنا زوج حبات تاع البيض، غادي نزيد لهم شويه تاع الكريمه تاع الطبخ ولا شويه تاع الحليب كيما حبيتو. اللي ما كانش متوفره عندها الكريمه تاع الطبخ تقدر دير الحليب عادي، يعني دير كاس تاع الحليب ولا كاس تاع كريمه، كل وحده وكيفاش الذوق يختلف، ولكن يعني كاين البديل. لا ما كانتش الكريمه تقدري ديري الحليب عادي، انا موالفه نديرها بالحليب وتجي شابه. درت هنا نص، ومن بعد غادي نشوف كي تكون القوام ثقيل نزيد نخففها كذلك بالكريمه، غير هذيك العلبه اللي دير يعني ماشي غاليه بزاف. ومن بعد كينا غادي نجيب هنايا نتبلها، درت توابل الفرماج، شويه تاع الملح فقط، وندير الا حبيتو شويه تاع الفلفل الاسود، عندي شويه تاع الفرماج هذا الطري، ونزيد لهم كذلك شويه تاع الفرماج اللي يكون يعني مبشور، باش تجيكم يعني فريمون مفرمجه وتجي معسله من الداخل. يعني هاد لافاغس فريمون بنينه بزاف. نخلط مليح كيما هكا، غادي نشوف لاباغي تاعي راهي ثقيله، نزيد نكمل لها هذيك الكميه اللي بقات لي تاع الكريمه، ولا نزيدها حليب، كل وحده وكيفاش. وبالنسبه يعني لاباط اللي كنت دخلتها طيب، النار ما تكونش قويه بزاف، تكون متوسطه، يعني واحد 180 درجه عفوا، ونخليها طيب من تحت ومن الفوقه، ولا في نفس الوقت ما ندير لها حتى شي حاجه يعني فوقها، ولا لانه ما غاديش تطلع ولا تهبط، غادي تبقى هكا محافظه على الشكل تاعها. ودوك تشوفوها معايا دروك بعد ما كملت يعني لافاغس راهي واجده، لاباغي تاع لي كيش راهي واجده، ولاباط تاعنا بعد ما طيب لنا وتحمر لازم تحمروها غايه، يعني هذه افضل طريقه، ما تخدموش وهي خضره، باسكو علاه ما طيب لكمش هذيك الجهه التحتانيه، تبقى عجينه مهما تخلوها طيب ما طيب لكمش. انا نفضل كيما هكا، طيبوها مليح من تحت ومن الفوق، ومن بعد كي نخلوها برك تزيد تكراتينا، يعني ينشف هذاك البيض وهذاك الفرماج يذوب وتتكراتينا من الفوق، وخرجوها كل شيء يكون طايب. ولكن كي ديروا لاباط وهي خضراء، شوفوا من سابع المستحيلات انه طيب لكم من تحت وتبقى يعني عجينه هكا وما تقدروش تاكلوها. حطيت هذيك لافاغس تاعي بعد ما طابت، ومن بعد زدت هذيك لاباغي تاعنا اللي كنا درناها عفوا. شوفوا كي ديروا لا كريم تجي شويه ثقيله، ولكن كي ديروا الحليب تجي خفيفه، ما كاش مشكل. ولكن هذوك البيض اللي درناه هو اللي يخليها تتماسك وتشد روحها. بعد ما درت لها دروك هكا كامل في الجوانب، عفوا في السطح تاعها سقمته، نزيد شويه تاع الفرماج المبشور من الفوق اختياري، ولا غير هي ديجا راه فيها كميه لاباس بها باش تجي هكا حمراء وتتكراتينا مليح، وندخلها في الفوغ. انا هنا الفوغ ما دخلتهاش يعني في الفوغ الكبير، درتها غير في الكويزينير، يعني ما طابتليش مليح. وانتم شديروا لازم كي تدخلوا يعني وتكونوا شاكين في الفرماج ماشي نوعيه جيده، شديروا حموا الفرن مليح مليح، كي تدخلوه لازم يذوب لكم. كي يكون درجة الحرارة عالية يذوب لكم، ولكن كي تكون الدرجة يعني تاع الحرارة متوسطة ما يذوب لكمش، يقساح لكم وما يبقاش يعني بشكل شباب. بعد ما طابت لي وحمارت، هذا هو الشكل تاعها. تقدروا هنايا تزيدوها شوية تاع المعدنوس من الفوق، شوية تاع لي طوماط سوريس هكا كتزيين، وهذه هي تجي فريمون طريه بزاف، جربوها